الثروة ومهارات البيع. عمرك شفت ثروة أو بيزنس ناجح اتبنى من فراغ؟ الثروة الحقيقية مش بتيجي بالصدفة، دي نتيجة مباشرة لتجارة ناجحة، والتجارة دي قايمة على عمود واحد بس هو فن البيع أو فريق المبيعات في الشركة. تخيل الصيدلية دي عاملة زي جسم الإنسان، الأدوية اللي على الرفوف هي العضلات، والمبيعات أو فريق البيع هو الجهاز العصبي اللي بيحرك العضلات دي. من غير مهارات بيع الأدوية هتفضل مرصوصة على الرفوف لحد ما تاريخ صلاحيتها ينتهي. في السوق التنافسي الشرس بتاع النهارده، الصيدلية اللي ما فيهاش فريق بيع قوي ومحترف بتخرج بره اللعبة. مهارات البيع مش مجرد كلام حلو بتقوله للعملاء، ده علم وفن بيضمن ليك تدفق مالي مستمر، والتدفق ده هو اللي بيكبر الصيدلية ويضاعف أرباحها. الصيدلية مش متحف، الصيدلية اللي بتعرض أدوية ممتازة أو منتجات تجميلية ممتازة بس فريقها ما بيعرفش يقنع العميل بيها، هي أقرب لمتحف الآثار، الناس بتدخل تتفرج وتمشي. مهارات البيع هي اللي بتخلق التدفق المالي المستمر، الكاش فلو، اللي بيدفع الإيجار وبيغطي المرتبات وبيكبر المكان. باختصار، بدون فريق بيع محترف لا يوجد بيزنس من الأساس. Everyone lives by selling something، مقولة قالها العالم روبرت لويس، معناها إن كل إنسان يعيش عن طريق بيع شيء ما. الجملة دي لازما تتبروز في دماغ أي صيدلي. أنت من يوم ما اتولدت وأنت بتبيع. الطفل بيبيع عياطه لأمه عشان ياخد اللبن، الشاب بيبيع مهاراته في الانترفيو عشان يتقبل في الشغل، والصيدلي بيبيع الثقة والحلول الصحية للمريض. البيع مش إنك تلبس العميل حاجة مش محتاجها، البيع هو إنك تقنعه بالحل اللي هيحسن حياته. لو أمنت إنك بتبيع قيمة مش علبة دواء، نظرتك للمهنة كلها هتتغير.